السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي احسن حال يا رب. شايفين العقد الجميل دوت عقد فلفل حامي جدا جدا، شطة حامية حراقة زي ما نقول كده. انا عملت البابريكا معاكم في الفيديو اللي فات، فحبيت ان انا بنوع. انا كده كده الشطة الحامية دي كمان بالذات بحب ان انا ما افتحهاش، لانها انا بجيبها النوع دوت بيبقى حامي جدا زي الهالوبين وكده، فبحب ان هو يحتفظ بالحرقان بتاعه، او بانه يكون حامي قوي كده، فما بحبش افتحه خالص كمان عشان ما يبهدلش ايديا، ما يبهدلش عينينا، ما يخليناش نكح بقى وكده. والشطه الحاميه انتوا عارفين بتعمل ايه. بس طبعا هي لا غنى عنها في المطبخ، في اي حاجه بنعملها. عاوزين اللي بيحب الاكل سبايسي، انا بحب مثلا هنعمل فسيخ، هنعمل حاجه محتاجه شطه حاميه، فبدل ما نشتريها هنجيبها من السوق ونعملها. الشطة دي موجودة دلوقتي في السوق وما هياش غالية. طبعا احنا خلاص قلنا بقى ان غالي رخيص مش قصة، القصة ان الحاجة عندنا في البيت نظيفة وحلوة ومعمولة بايدينا وشايفينها وتمام. بغسلها، وبعد ما بغسلها لازم انشفها كده زي ما انتم شايفين، بمناديل بقى، بفوطة، بأي حاجة، المهم انها تتنشف كويس قوي من المية. وبعدين هاجي على العنق بتاعها بقى من فوق كده، وزي بقى زمان امهاتنا رحمة الله عليهم ويبارك في اللي موجود، بنخيطها او بنلضمها او بنعملها كده. آه، كنا بنقول عليه عقد، زي ما كنا بننشف البامية كده بنحطه. بس خلي بالك بنحط في العنق من جوه بس، ما تجيبيش على الفلفلة نفسها او الشطة نفسها، في العنق بتاعها، عشان لو حطينا في الشطة نفسها هتبوظ. خليها كده لضميها في العنق كده، واعمليها عقد جميل كده زي ما هنشوفها في الاخر. اهم حاجه بس لو لقيتي واحده طريه كده ولا حاجه ما تحطهاش، لانها هتبوظ. لو لقيتي واحده طريه او مهريه من حته او مضغوطه من حته بلاش تحطيها كده. شايفين انا جبت بقى شماعه، فكره برضو ليكوا اهي. جبت شماعه، واللي هي الاحبال ديت او العقود اللي انا عملتها دي ربطتها في الشماعه كده عشان اقدر ان انا اعلق الشماعه في اي مكان. اتفقنا يا جماعه؟ التجفيف بيكون في الظل، بيكون في اللي هو مش شمس مباشره، بيكون في المراوح، ما يكونش في الشمس اللي هي الحاميه ابدا. هنا بقى الفكره اهي في البلكونه كده، عندي بلكونه قافلاها والشمس بره هي واضحه، ورحت معلقاها. ده كمان عقدين، لسه هعمل عقد كمان اللي باقي، وهروح بقى ربطاه في الشماعه ومعلقاها كده بقى ونسيه. الشمس بقى تيجي، الغروب يجي، النهار الصبح بدري اهوت في البلكونه، بس برضو في الظل، دي الشمس بتاعت الصبح. وهتبقى تتجفف معاكي هو اسبوع او 10 ايام بالكتير قوي، حسب الحجم بتاع الشطه. وبتكون عندك بالجمال والتجفيف الجميل دوت. شايفين عامله ازاي؟ تفضل معاكي بقى تخزينها. انا ما بفرمهاش بصراحه، ولا بضربها في كبه، ولا مفرمه، ولا مطحنه، ولا اي حاجه خالص. انا بفرمها وقت الاستخدام، يعني بجيب 3 4 افرمهم واعملهم بودره كده واستخدمهم، ولما يخلصوا اجيب الباقي. حطيهم بقى في كيس، حطيهم في برطمان، حطيهم في اي حاجه في المطبخ عندك، في درج المطبخ، مش هيجرى له اي حاجه خالص. شايفين بقى كمان اللون يا جماعه؟ دي لون الشطه قبل ما تتجفف، وهوريكم بقى كمان لونها بعد ما اتجففت عامله ازاي. اهي زيها بالظبط، ما شاء الله. اللون الاحمر زي ما هو محتفظ باللون بتاعه عشان ما تحطش في الفرن. لو اتحط في الفرن هيتجفف بس هيغمق ويسمر، ومش هيبقى كويس، مش هيديني اللون اللي انا بحبه بتاع الشط. لو عجبكم بقى الوصفة السريعة دي، ما تنسوش تعملوا لايك والشير والكومنتات الجميلة، ودمتم دايما يا رب بألف خير.